لو عندك عيش بايت اوعي ترميه، هتعملي احلى تجهيزات لرمضان عشان تعملي احلى كفتة الحاتي، وهعلمك ازاي توفري وتدبري وترتاحي في رمضان. الحاجة ما شاء الله هتبقى معاكي كمية كبيرة، وفي نفس الوقت هتأكلي ولادك كل يوم لحوم، وحاجات هتساعدك جدا ان انت تقضي وقتك ويومك بسهولة في رمضان. ما تيجوا نشوف انا عملت تجهيزات ايه وعملت كفتة الحاتي ازاي. بولة وهنحط فيها 1.5 كيلو من اللحمة، دول 1.5 كيلو او 2 كيلو الا ربع، مش وزنة لان اللحمة دي انا كنت دبحها. تمام. المفروض اللحمة بيبقى فيها دهن بوش ودوش، زي انت لو عايزاها كفتة الحاتي هتبقى كده، نسبة الدهن فيها لازم تبقى 30 او 35% زي ما انتوا شايفين كده، عشان تمسك وفي نفس الوقت تديك الطعم الدسم بتاع الحاتي. ده 2 كيلو الا ربع متهيألي، مش كيلو ونص. هجيب الكبة وابتدي اقطع فيها الخضار اللي هنعمل بيها كفتة الحاتي. انا عندي طماطمتين صغيرين هحطهم، بس لو كان عندي طماطمايه كبيرة كانت هتقضي الغرض. هحط قرن فلفل رومي، وهحط قرن فلفل شطة، وهحط 5 فصوص توم زي ما انتوا هتشوفوا كده، 5 فصوص توم صغيرين. وهجيب بصلتين وسط زي ما انتوا شايفين اهو. لو كان عندي بصلة كبيرة برضو كنت هحطها. دول بصلتين وسط، انا هقطعهم كده في الكبة عشان نفرمهم مع بعض ويبقوا خليط واحد. هحطهم كده وهقطع البصلة التانية برضو. لو عندك بصلة كبيرة هتقضي الغرض معاكي، مفيش مشكلة خالص زي ما انتوا شايفين. هضربهم بقى كويس جدا عشان اعرف احط باقي الحاجة. ههدي يعني الكبة او هصغر الكمية، وهكمل باقي البصلة. هحط بقى شوية جوز طيب وتوابل لحمة، وهحط ملح، وهحط حبة بابريكا مدخنة، وهحط شوية فلفل اسود. البابريكا بتديكي نفس لون الحاتي اللي هتبقى معاكي في الشوي. وهضربهم كويس في الكبة زي ما انتوا شايفين. طب يا سارة، البصل والطماطم والفلفل مش هينزلوا مية في اللحمة المفرومة؟ طبعا هينزلوا مية كتيرة جدا. طب هنحلها بايه؟ لو عندك بقى عيش فينو بايت، او عندك اي عيش كايزر، عيش بلدي، اي عيش، انا هحط 3 رغيفة كايزر عشان يمتص كل السوائل اللي موجودة في الخضار، وفي نفس الوقت يبقى خدنا الطعم بتاعهم وما استغنيناش عنهم خالص. هضربهم كويس جدا في الكبة مع الخضار اللي احنا حطيناه، ويمتص كل السوائل اللي في الخضار وفي الكبة. ضربتهم في الكبة كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا بتنزل اكنها عجينة، ما فيهاش ريحة المية خالص. هنحطهم كده على الكفتة وهنقلبهم كويس جدا في بعض. هنقلب بقى العيش والتوابل والبصل. بصوا بقى لون الخلطة هتخليها نفس لون الكفتة بتاعت الحاتي، ولما تستوي هتديكي بقى لمعة ولون كفتة الحاتي كده، واستحالة تفكي منك. مش هتفكي ليه؟ عشان فيها 30% أو 35% دهن، فهتمسك في بعضها. هقلبها كويس. ما شاء الله قلبت الخليط كويس جدا باللحمة المفرومة، وبدأت بقى ايه اصبحها كده صوابع الحاتي عشان اخزنها لرمضان. سهلة جدا وبسيطة. بصوا هتلاقوني بعمل الصباع ما بتفكش مني خالص. زي ما قلت لكم نجاح الكفتة بتاعة الحاتي لازم يبقى عليها دهن وبوش ودوش، ده اللي بيخلي صباع الكفتة يمسك وما يفكش منك خالص. 30% أو 35% و70% أو 65% لحمة حمراء مع الخلطة اللي احنا عملناها دي، هتطلع معاكي كفتة الحاتي بالظبط. هخلصها واوريها لكم. هعصج اللحمة برضو لشهر رمضان عشان تبقى سهلة عليا. جبت معلقة سمنة بلدي كبيرة وسبتها تسيح، وحطيت عليهم 4 بصلات متقطعين حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي اشوح في السمنة، وهنزل ب5 قرون فلفل شطة اللي هو الاسواني ده، اللي هو الحامي ده، بيديها تست حلو. طب انتي بتعصجي اللحمه ليه يا ساره؟ عايزه اقول لكم هتريحني بقى في صينيه رقاق، صينيه جلاش، صينيه بشاميل، سمبوسك كده يعني. البصله اتشوحت في السمنه، وهجيب 4 طماطمات كبار مقطعهم زي السلطه كده، هحطهم على البصله. هحط شويه بابريكا وشويه فلفل اسود وشويه ملح وحبهان مطحون وشويه من جوز الطيب وبهارات اللحمه. وهشوح البصله بالطماطم زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى ب2 كيلو لحمه مفرومه عليهم. انا هعمل 2 كيلو لحمه مفرومه، يعني انا هعمل 3 اطباق كبار لخزين رمضان يعني. خلاص كده انا خلصت كل حاجه. عصقت اللحمه، وبعد ما عصقتها سبتها تبرد، فضيتها في العلب. انا حطاها في العلب دي عشان اطلعها تفك براحتها، ما احطش بقى على طبق او كيس يبهدل رخامه او كده. لا، انا هطلع العلبه من الفريزر احطها في التلاجة تفك براحتها. عملت الكفتة بتاعت الحاتي، وعملت لحمة متعصجة، وعملت البرجر. طبعا انا عملت معاكم الفيديو بتاع البرجر ان انا عملته ازاي، لان ده عايز فيديو لوحده، ما ينفعش في وسط الدبكة دي. وعملت معاكم النهاردة كفتة الحاتي، وعملت
اللحم المعصق. هغطي العلب بقى واعملها في ستريتش واشيلها في الفريزر، اعمل بقى وقت الفطار اللي انا عايزاه وفي نفس الوقت انا مش هتعب. انتظروا تجهيزات رمضان من كل حاجة، لاني فعلا مش هترتاحي شهر بس، لا ده انت هترتاحي طول السنة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير.